صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواتي حبايبي يسعد صباحكم يا رب، صباح الخير صباح السعادة عليكم. إن شاء الله أتمنى تكون النهارده عجبكم هنا في الكشك. صباح الفل صباح السعادة عليكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله كده رجعت بقى من الكشك كده حوالي الساعة كام؟ الساعة 12 كده أو 12 ونص. هنخش بقى إيه، عندي الصلاة عايزة نسيجها، عندي إن شاء الله كده نعمل مثلا صينية مكرونة كده على السريع، صينية مكرونة بشاميل مثلا كده على السريع. عايزه نقول لكم اللهم بارك يا رب. الجو عسل، جو الصبحيه ده بتعملي فيه كل اللي انت عايزاه. رحت الكشك وجيت، ويعتبر برضو عارفه انت اللي هو بتهوى عن نفسك، عارفه انت بترفعي عن نفسك برضو. حبه الصبح دولت بيفرجوا معاك، يعني عيالك بتبقوا في المدرسه مثلا ولا حاجه، بص بيفرجوا معاك في كل حاجه فعلا. يلا بقى نخش ايه على الروتين بتاعنا. عايزه لايكاتكم، عايزه كومنتاتكم. صباحكم زي العسل باذن الله رب العالمين. دخلت على الصالة، عايزة نقول لكم الراحة النفسية لما تكوني قاعدة والمكان حواليك بيبقى نظيف، كنبة مرتبة، مثلا أوضة نظيفة، كل ده بيديك راحة نفسية. وبعدين النظافة حلوة ليك ولعيالك، العيال حتى طب انت قاعدة عارفة ياكلوا يشربوا يجروا يلعبوا، عارفة ان انت قاعدة في نظافة بعيالك. خدت بقى الصالة في اللي هو كورير الألوان ده تحفة، عسل، ريحته جميلة فواحة كده، ريحة الياسمين الورد الحلوة ده. كنست الصالة الأول. هو بصوا دايما إيدي طول ما أنا ماشية، إيدي في مطبخ، إيدي في صالة، إيدي في أوضة، يعني تلاقوا الدنيا نظيفة عندي على طول. بس فيا دوبك تراب بسيط، مش اللي هو مثلا حاجات بنسيبها كده بالاربع ايام 3 ايام، لا تقريبا بنعمل كل يوم كده. بس اللي هو ايه، مش حابه نطول عليكم الفيديوهات، مش حابه نكررها معاكم. خدت بقى كرول الالوان عسل، ريحته بتبقى حلوه ثابته في المكان، جربيه ان شاء الله هيعجبك. مش الكرول الابيض، لا الالوان، يفضل ريحته ثابته في المكان على طول، تحس كده ايه الروائح الحلوه دي. حتى وانت بتصلي يبقى المكان معطر، يبقى المكان نظيف، حطيتي سجادتك كده تبقى المكان حواليك كده، بصي تحسي فيه إيه حاجه حلوه وانت بتصلي، روايح جميله كده. اجلبي بيتك للجامع، قرآن، النظافة، سجادة حلوة بتصلي عليها. مش لازم الواحد يكون بيجيب مثلا بحاجات عالية أو بتكلفة، لا، بص حاجات على قد الإيد. لو أوضة عندك والأوضة إيدك فيها على طول هتخليها جنة. والله خدت بقى إيه، خدت الصالة. ما بنعرفش نقعد صراحة إلا هو أنا عاملة كده، أعوذ بالله من كلمة تانية. يعني هو زي ما بنقول لكم ايدي في الشقه على طول فبتبقى نظيفه، بس ما بنعرفش كمر، وما بنعرفش نقعد الا لما تكون الدنيا يعني ايه فايقه حوالينا. ما بنحبش الكركبه بصراحه، ملهاش لازمه. عارفين انتوا الكنب اللي عندي ده كنب بلدي بتاع ست وستك زمان، بس خليت الراجل نجدهولي. يعني كان ده كنب، وخليته عمل لي ظهريه ليه، وخليته عمل لي يد ليه، ليه يستحمل هالكلايال. جبت بقى القماش الالوان اللي كنت عايزاه، ده بقى يمكن بتاع دخل في 2 سنين. فجبت اللون القماش اللي كنت عايزاه وخليته نجدهولي كده، يستحمل بقى الكنب، بيستحمل. كراسي ايوه، في حاجات عاليه وفي حاجات نظيفه. بس يعني الحمد لله رب العالمين ان عايز الحاجه، يعني الحاجات دي عايز اللي يحافظ عليها، عشان الحاجه غالت زي ما انتم عارفين والدنيا غاليه. فانا عندي عيال يعني ياسين كبر، ربنا يفرحكم باولادكم يا رب، وملك برضو كبرت، فمش اللي هو عندي اطفال نونو صغيره ان هو مثلا ايه هيكسروا هيلحوسهم. فالحمد لله رب العالمين. خلصت بقى الصلاة. عايزة نقول لكم دخلت كنت خلاص النوم مش قادرة، مسجل لكم الفيديو، عايزة نقول لكم عينيا بتغمض لوحدها. حقيقي عينيا بتغمض لوحدها، حاسة كده ان خلاص ضربت سفت زي ما بيقولوا. لا مش قادرة. شفت انت ما بيقولك حتى كاميرا وضربت معاكي سوفت، هو انا نفس الكلام كده، حاسه ان عينيا بتغمض لوحدها. خلصت خلصت الصلاة. دخلت بقى نعمل صينية مكرونة بشاميل، اللي قلت لا خلاص كده انا هنكت وانا قاعد، اعوذ بالله من كلمتين. بناخد لي ساعة الظهرية كده، لازم ساعة الظهرية دي ناخد لي بصوا ساعة كده بس نفوق دماغي عشان نقوم بقى نكمل بقية اليوم. لكن حقيقي بتصحي كده في انتعاش، في حاجات حلوة، مخلصة اللي ورايا، ما فضليش اي حاجة نعملها الا مذاكرة بنتي بس، ونقعد بقى نسمع قصص انبياء، نقعد نسمع حاجة بنحبها. خلاص وقت بالليل خلاص ما وريش اي حاجة خالص.
وبعدين هنقول لك برضو على حاجه، رتبي يومك بالورقه والقلم، استعيني بالله ورتبي يومك بالورقه والقلم. شوفي النهارده هنعمل اكل ايه، مثلا النهارده هنعمل محشي، اعملي التخديعه بتاعته واسلقيه قبلها بيوم وحطي في التلاجة. النهارده مثلا نعمل سمك، تبلي واعملي توم والكلام ده وحطي في التلاجة، على حسب بقى ان انت بتعملي يعني. كده كنت خلصت الصاله، فرشت بقى وخلصت. بص ما خدش معايا يعني ساعه زمن، كنت مخلصه الحمد لله رب العالمين. وجيت طافيه النور وجيت. بصوا دايما بيبقى جزء البرفان لما بتبقى حبه صغيرين بنخليهم على جنب في الجزازه كده، نيجي بقى نبرفن بيها. بصوا ريحه الصاله مع الكرول عسل، او ريحه الشج عامه، نفسي نشممكم الريحه بتاعتها. عارفه انت ما بيبقى عندك مثلا اي عطر اي برفانات، خليها على جنب حبه صغيرين كده، ساعه ما تيجي مثلا تخلصي زي حالاتي كده رش حبه واقفلي المكان، هتلاقي ريحه المكان فواحه مع الكرول عسل. خلصت بقى كده، كان العيال لسه ما جوش من المدرسه، يعني حوالي كده كانت الساعه داخله في واحده، ريحت تعتبر بتاع ساعه اللي خدتها، كانت كده الساعه داخله في واحده. ده روتين النهارده. فبصراحه انا كنت يعني اللي هو راجعه هلكنه، بس قلت لا لازم انزلكم ان شاء الله كده، ربنا يعيني وننزلكم ايه روتين النهارده، عشان خدت عليكم حقيقي. بس نتمنى الدعم بتاعكم كده، اللايكاتكم الحلوه، الكومنتات، واهم حاجه الفيديو تشاهد للاخر، ده يبقى كتر الف خيرك، عملت الواجب معايا فعلا. عملت بقى مكرونه بشاميل، قطعت بصلايه حمرتها، حطيت ده نص كيلو لحمه مفرومه. الاسبوع بتاعي الحمد لله مظبطاه، يوم من عداها كده يوم من عداها كده، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. وبرضه هنقطع طماطمايه عليه، فلفل اسمر، كمون، ملح، كزبره، ده كله مع بعضه تمام. ونعصجها بقى اللحم، بس ما مملحهاش كتير عشان البشاميل الجاهز بيبقى مملح اصلا. فبجد ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، اصحاب واصدقاء واخوات، ربنا يخليكم ليا يا رب كده. وان شاء الله قناتنا كلنا تكبر مع بعض باذن الله رب العالمين. ما هي فعلا مش قناتي لوحدي، ان انتوا بتدعموني فيها وواقفين جنبي. وبصوا يعني مش عايزه نقول لكم اللي انتوا عاملينه معايا، ربنا يخليكم ليا يا رب اللهم امين، وليكم بالمثل واكتر يا رب اللهم امين. بس كل طلباه منكم عايزين بس تشاهدوا لي الفيديو للاخر، ده اللي هيفرق فعلا معايا. مشاهده الفيديو ده بيخلي القناه تقترح ويخلي الفيديوهات تقترح. فربنا يخليكم ليا، وان شاء الله كده كل حاجه بتعملوها معايا ومع غيري في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. عصقت بقى اللحمه، كنت جايبه ايه، عملت كيسين مكرونه تمام. هو دايما بنعمل كيس مكرونه، بس انه بدا عملت كيسين، قلت غدا وعشاء. جبت كيلو لبن، هو العلبه ديرت لا يعتبر على بعضها يعني كيلو تمام. بس غليتها، يعني هو اللبن المبستر طبعا بيبقى حلو خالص عن اللبن السايب، بيبقى تقيل وحلو. غليته وبعد كده وطيت عليه وحطيت مكعب دجاج، هنحط مش حاطه طبعا ايه ملح، لان البشاميل الكياس ديت حلوه جدا 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 جدا. عسل، الكيس من ده عامل 4 جنيه تمام. بصتم عايزه نقول لكم بيخلي البشاميل في حته تانية خالص. نزلت باللبن ونزلت بكيس البشاميل اللي مش حاطه اي حاجه، ومكعب الدجاج ولا حاطه توابل ولا حاطه اي حاجه خالص، لان هو اصلا متبل. بص بقى البشاميل مطلعه في حته تانية حلو احسن. عارفه انت بتعمليه بسمنه والكلام ده، لا جربيه بالطريقه دي. هات كيس بشاميل ومثلا كيلو لبن او رتل لبن، بصي طعم حلو هتلاقيه بيختلف اصلا معاكي، اللي هو مش تقيل ولا هو خفيف. خدت بقى كم كبشه كده من البشاميل، خلطت بهم المكرونه طبعا فرن بوتاجاز والع، الشوايه بتاعته والعه تمام. هنيجي واخده كم نص المكرونه بالظبط، هنحطه في الصينيه. هي الصواني دي ما بتلزقش، يعني عايزه اقول لكم كنت جايباها في الرخص، كانت الثلاثه عاملين 180 جنيه 180 جنيه. هما دلوقتي يعملهم بتاع 600 او 700. يلا الحمد لله رب العالمين، ربنا يجيب كل الخير والسعاده يا رب لينا وليكم المسلمين يا رب اللهم امين. نزلت بقى بالمكرونه اللحمه اللي معصجاها، نص كيلو لحمه تمام. عمل لي صينيه كبيره، عايزه نقول لكم خدوا غدا وعشاء بجد، طعمها زي العسل. بس كده خلاص خلصنا. هنجي بقى نازله بالايه بالمكرونه، النص اللي هو التاني اللي سايباه ده هنجي نازله بيه، ونيجي مغطياه بالبشاميل تمام. جايبه جبنه بقى، بصوا تحفه، اللي هي جبنه موتزاريلا، بس جايباها اللي هي ايه، جبنه موتزاريلا على جبنه رومي، لقيتها كده مع بعضها في السوبر ماركت.
عامله كام؟ عامله كيس 22 جنيه، بس جايباها الحجم الصغير. بص بنحطها على الوش زي البيتزا، بتخلي منظر المكرونه حلو، بتدي طعم للمكرونه. بس الاول ننزل بالبشاميل. تمام كده. هو البشاميل اللي بيتكلم عن نفسه حقيقي احسن من اللي هو بتعمليه في البيت، اللي هو بتحط سمنه وتحط مش، لا هات الكيس ب4 جنيه وهات اللبن. وجي خدت ايه، خدت جبنه، خدت حبه جبنه من الابيض دي الاول موتزاريلا، وبعد كده نزلت باللي هي الجبنه اللي هي الميكسات اللي مع بعضها الحلوه، اللي هي الرومي على جبنه شيدر على جبنه موتزاريلا. التلاتة مع بعض بيخلوا المكرونة او على البيتزا او على الفطيرة او اللي انت بتعمليه بيخلوها لك بصوا طعمها حلو وفي حتة تانية. كده دخلتها فرن البوتاجاز، الشواية طبعا مولعاه عشان تسيح بسرعة الجبن. تمام. بصي جربيها بالطريقة دي هتعجبك، خطيرة. اللي هو الحاجة المطاطة السايحة الحلوة اللي تخلي العيال كده ايه ده هيتخنجوا عليها خلاص بالجمال بتاعها. جيت بقى نغرفها. بصوا هي مش اللي هي بقى عاملاها ان هي ايه تبقى خرط، لا اعوذ بالله من كلمتين، عاملاها اللي هي سايبه، اللي هي تبقى بص كده تسيح معاك تبلبط بمعنى اصح. بصوا عامله ازاي. كمروه بناكل اللي هو كميات بسيطه عشان مش عايزه نتخن، عايزه كده نفضل الواحد يعني ايه يروح ويجي، من نقعدش مكان ما نقدرش نقوم، لا السمنه مش كويسه. بس فجبت الاول ياسين، وبعد كده جبت اللي بقى في الطبق الصغنن ده. ايه يا ماما انت تاكلي ده؟ ما معدة عصفوره بقى، خلوني على جدي. الواحد بناكل يعني ايه وجبات بسيطه، مش عايزه ننزل بكميات بحيث ان الواحد ما يزيدش، لان زياده بتاثر على الرجل وعلى الظهر وهتخليكي قاعده في البيت، كل ما نيجي نجيب حاجه مش هنقدر نقوم اصلا من مكان. فلا الحركه برضو، والاكل المظبوط، الاكل اللي هو ما يبقاش ولا دسم ولا يبقى اكل كذا. فالحمد لله رب العالمين. كده خلصت بقى. نتمنى روتين النهارده يعجبكم، نسيبكم ان شاء الله في رعايه الله، مع الف سلامه.